السلام عليكم. وجهة مفاجئة للدولي المغربي أشرف حكيمي. وفقاً للتقارير الصحفية، أعرب اللاعب المغربي الدولي أشرف حكيمي عن رغبته الكبيرة في الانضمام إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يعتبر حكيمي أحد أبرز الأسماء المرشحة لتعويض الظهير الأيمن كايل والكر، الذي من المتوقع أن يغادر النادي في هذا الصيف. وتشير المصادر إلى أن حكيمي، الذي يلعب حالياً كمدافع في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يهتم بفكرة الانتقال إلى فريق السيتيزنز بناءً على رغبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا وطاقمه التقني في التعاقد معه. وفي حال قرر نادي باريس سان جيرمان التخلي عن حكيمي، يتوقع أن يطلب النادي الفرنسي مبالغ مالية ضخمة، ولكن نادي مانشستر سيتي مستعد لدفع هذا الثمن من أجل ضم أفضل ظهير أيمن في العالم. ومع ذلك، فإن نجاح صفقة انتقال حكيمي ليزل مرهونا بقرارات نادي مانشستر سيتي